من أكتر الحاجات اللي بيجي لنا في العيادة بتكون مسببة قلق كبير للأب والأم هي السخونية في الأطفال، والخوف ده ساعات بيخليهم يتصرفوا تصرفات في بعض الأوقات ممكن تكون مضرة للطفل نفسه. فتعال نشوف إيه هي الحرارة، إيه هي السخونية، وليه بتحصل، وهل الحرارة والسخونية دي لها فايدة للطفل ولا لا؟ وإمتى أدي خافض حرارة؟ ولو أنا هدي خافض حرارة إيه أفضل خافض حرارة ممكن أديه للطفل يكون آمن على حسب عمره وعلى حسب حالته؟ وبعد كده تعليمات مهمة لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنتعامل مع السخونية. معاكم دكتور محمد صبح، استشاري الأطفال وحديث الولادة واستشاري أمن الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. فهي السخونية وليه بتحصل؟ وهل ليها فوائد ولا لا؟ ولا دايما هي في موضع العدو والمتهم؟ الحاجة التانية، ازاي اعرف حرارة ابني لو انا ما عنديش ترمومتر؟ هل هي حرارة عالية ولا حرارة هادية؟ الحرارة هي ارتفاع الجسم فوق حرارة الجسم فوق 38، فالسخونية بتحصل لما ترتفع حرارة الطفل فوق 38، وده بيكون رد فعل طبيعي من الجسم لمكافحة العدوى. فالسخونية مش مرض في حد ذاتها، ولكن السخونية رد فعل طبيعي من الجسم بيكون لها فوائد للجسم واثناء التعب. منها ان مع ارتفاع الحراره بيكون وسط غير مناسب لنمو البكتيريا ونمو الفيروسات، فبيقلل نموها وبيقلل العدوى. الحاجه الثانيه ان ده بيكون جرس انذار عشان يخلي جهاز المناعه في الجسم يشتغل لمواجهه العدوى. فالحراره ليها فوائد طول ما هي في الوضع الامن او الدرجات المقبوله. فلو ابني عنده حراره، ازاي اعرف حرارته كانت هي هاديه ولا عاليه لو ما عنديش ترمومتر؟ الغالب في معظم الأطفال لو الحرارة أقل من 39 بتكون الحرارة هادية، بلاقي جسم الطفل كله دافي، والغالب إنه ما بيأثرش على نشاطه، بيكون بيتحرك وبيروح ويجي بس دافي. أما لو الحرارة زادت عن 39 الغالب بلاقي أطرافه باردة وبلاقي فيه رعشة وبلاقي الطفل نايم وبيشتكي من تعب ومن همدان. فبكده أبدأ أفرق الحرارة هادية ولا عالية. إزاي نتصرف لما يكون في سخونية؟ أهم معلومة ان احنا الهدف زي ما قلنا ان الحراره ده رد طبيعي، رد فعل طبيعي من الجسم. فاهم معلومه قبل ما نتصرف خالص ان الهدف مش ان انا انزل الحراره، الهدف ان انا اخلي الطفل في وضع يكون فيه مرتاح، ما فيش فيه الم، ما فيش فيه همدان في الجسم، يكونش فيه تعب، وبياخد نفسه كويس. فده الهدف من التعامل مع السخونيه. فاول حاجه لما يكون الطفل سخن لازم يلبس ملابس خفيفه، لازم أخف الملابس بتاعته ويبقى لابس ملابس خفيفة مناسبة. الحاجة التانية، يشرب سوائل كتير. الطفل مع السخونية جسم عشان ينزل الحرارة بيخليه يعرق، بيفقد سوائل كتير، وده ممكن يعرضه للجفاف. فلابد أعوضه بسوائل كتير عشان تعوض السوائل اللي بيفقدها الطفل، وفي نفس الوقت تكون وسيلة لخفض الحرارة عن طريق العرق. فلابد أول حاجة أخفف الملابس، الحاجة التانية يشرب سوائل كتير، الحاجة التالتة أقلل نشاطه ويكون قاعد ومرتاح. هنيجي للنقطة اللي بعد كده واللي بيكون فيها إشكالية في كتير من الأمهات، وهي الكمادات. محتاج أعمل كمادات ولا مش محتاج أعمل كمادات؟ محتاج أعمل كمادات. طب هعمل كمادات إيه في الشتاء؟ لو هعمل كمادات هعملها إزاي؟ ولو في الصيف لو هعمل كمادات هعملها إزاي؟ هل هستعمل مية الحنفية ولا استعمل مية بتلج؟ بداية لو احنا في الصيف ممكن نستخدم مية الحنفية لعمل الكمادات. الكمادات لابد ان هي تكون في حرارة الجسم، المية تكون في حرارة جسم الطفل هي 37، فالغالب في الصيف ان المية بتكون دافية فممكن استخدمها لعمل الكمادات. او ان الطفل ياخد شاور في الصيف عادي، يدخل الحمام ياخد شاور لو هو حالته العامة تسمح ان هو يقف، بشرط ان هو ما يدرعش، لان زي ما قلنا قبل كده الرعشة دي تخلي الحرارة ترتفع تاني. طب لو انا في الشتاء لا، الوضع مختلف، لابد استخدم ميه درجه حرارتها ودرجه حراره الجسم، يعني درجه حرارتها 37 ما ينفعش درجه حراره الحنفيه. فالوقت ده لو هو هيدخل يبقى يقعد في بانيو يكون درجه حرارته مظبوطه بدرجه حراره الجسم، او لو هيبقى تحت الدش في الوقت ده لابد اعمل بخار ميه دافي في الحمام الاول عشان درجه حراره الحمام تكون كويسه، وبعد كده افتح الدش على ميه في درجه حراره جسمه، ميه مقبوله لا هي سخنه ولا هي برد. فالكمادات ما فيش فيها مشكله لو حاله الطفل تسمح بكده. امتى ادي خافض حراره؟ قلنا لو طفل كويس واموره العامه كويسه ونشاطه كويس بس دافي، بنتابع الطفل، تبقى عيننا دايما عليه شايفينه، طول ما الحاله العامه كويسه ما بديش خافض حراره. لكن لو لقينا الطفل همدان، تعبان، متضايق، في رعشه، في الوقت ده ادي خافض حراره. فهي ايه هو افضل خافض حراره ممكن اديه للطفل؟
لو الطفل اقل من 6 شهور يبقى في الوقت ده ما فيش قدامي غير باراسيتامول، هو دواء فعال وامن الى حد كبير، ممكن اديه كل 4 ساعات بس بحد اقصى 5 مرات في اليوم وبيجيب نتيجه كويسه. لكن ده برضه دواء زيه زي اي دواء، ليه اعراض جانبيه، بستفيد منه ليه بعض الفوائد ولكن ليه اعراض جانبيه، ممكن ياثر على الكبد ويرفع انزيمات الكبد، ممكن ياثر على المعده. فخلي بالي قبل الدواء لما يكون في فايده من اعطاء الدواء، ما اديش الدواء وخلاص. الدواء الثاني وهو البروفين، وهو قوي واشد فعاليه من الباراسيتامول وبيجيب نتيجه كويسه، ولكن بيحتاج لوقت شويه فما نستعجلش عليه. الغالب انه بياخد ساعه عشان يجيب اقصى تاثير ليه ونشوفه في خفض الحراره. والبورفين برضو بيتاخد من عمر 6 شهور وطالع، وممكن نديه من عمر 3 شهور بس لو الطفل وزنه اكتر من 5 كيلو. ولكن زي ما قلت هو دواء زي اي دواء، ليه فوائد وليه اضرار. ممكن يأثر على وظائف الكلى، وممكن يعمل فشل كلوي، ممكن يعمل نزيف في المعدة، ممكن يزود الحموضة ويأثر على المعدة. فهو ليه كتير من الأعراض الجانبية، ولكن في الغالب هو أمان لو استخدم بالجرعة المظبوطة وبالطريقة المظبوطة. الجرعة المظبوطة ده حددها الطبيب، وإن أنا أخده بعد الوجبات واخده لما يكون ليه فايدة. الكلام ده كله طبعا موجود في الدراسة اللي هتطلع هنا، ودي دراسة كبيرة اتعملت في أكتر من 55 دولة، جمعوا فيها كل البروتوكولات اللي اتعملت في التعامل مع السخونية، وكانت الخلاصة هو كل اللي فات ده. لكن كانت أهم خلاصة في التجربة ديت وفي الدراسة ديت إن أهم حاجة إن إحنا بنتعامل مع السخونية مش عشان ننزل الحرارة، ولكن عشان نحسن الحالة العامة للطفل. السخونية مش مرض في حد ذاتها، ولكن هي رد فعل طبيعي للجسم مفيد للطفل. بالإضافة لكده في تعليمات مهمة لازم تدي بالك منها وإحنا بنتعامل أو أنت بتتعاملي مع السخونية. أول حاجة إن مش كل أدوية الحرارة مناسبة للطفل في كل وقت. فلو طفل عنده نزلة معوية وحرارة، الطفل ده غالبا بيكون داخل في درجة حتى لو بسيطة من درجات الجفاف، بيكون عنده ميل للقيء، فلو أخذ بروفين هيبقى عرضة أكتر إن يحصل له آثار الجانبية اللي تأثر على الكلى، عرضة أكثر إن يحصل حموضة في المعدة ويزود القيء أكتر من الأول. فيبقى الأولوية في الوقت ده إن أنا أعالج حالة الطفل، أعوضه بالسوائل اللي تخليه يصلح الجفاف وتخليه يستعيد نشاطه في الوقت ده. بعد كده اختار خافض حراره زي الباراسيتامول، او لو الحاله العامه اتحسنت ممكن ادي البروفين، او زي ما الطبيب يقيم الحاله ويقول لك تدي انهي خافض حراره. حاجه التانيه نفس الوضع، لو الطفل بياخد فيتامينات مع الحراره احنا نوقف الحديد. لو الفيتامينات فيها حديد او بياخد حديد لوحده يجب ان احنا نوقف الحديد لاسباب كتيره، منها ان البكتيريا او الفيروسات بتعتمد على الحديد عشان تتكاثر، فانا لما بديها حديد بساعدها ان هي تنمو وتتكاثر، فبساعد على انتشار العدوى. فلما بوقف الحديد بحرم البكتيريا والفيروسات من مصدر مهم للتكاثر. الجسم كفعل رد فعل طبيعي بيبدا يقلل امتصاص الحديد، فيبقى الحديد اللي انا بديه بياخده عن طريق الفم ملوش اي قيمه لانه معظمه ما بيمتصش. فالافضل ان انا اوقف الحديد في الوقت اللي فيه حراره او ارتفاع حراره في الجسم. الحاجه الثالثه ان ممنوع منعا باتا ان انا ادي ادويه خافض حراره مع بعض. ممنوع ادي بروفين وادي بروفين وستان مع بعض، او ادوهم بالتبادل الا اذا الطبيب وصف ده. فبالنسبه لنا الافضل ان احنا نخلينا على دواء واحد خافض الحراره، استخدمه او اوقفه واستخدم خافض حراره اخر، اما ان انا ادي بالتبادل او ان انا ادي الدوريين مع بعض، اثنين خافض حراره مع بعض. وان كانت الدراسات الى الان ما فيش دراسه اثبتت الاعراض الجانبيه والاثار الجانبيه ان انا اعمل كده، ولكن كل الدراسات بتقول من الامان والافضل لصحه الطفل ان انا ادي خافض حراره واحد بس. اخيرا ما نديش ادويه البرد مع خافض الحراره. غالبيه ادويه البرد بيكون فيها خافض حراره، فلما بدي ادويه البرد مع خافض الحراره انا بدي جرعه زياده من خافض الحراره، وبكده بعرض طفلي انه يكون اكثر عرضه للاعراض الجانبيه لكل الادويه اللي انا بديها.
وحفظا على صحته دايما إما أدي دواء خفض حرارة أو أدي أدوية البرد. وآخر حاجة هختم بيها النهاردة في الفيديو هي أهم حاجة في الفيديو، عشان أولادنا يكونوا بصحة وعافية لازم نفهم إحنا بنتعامل مع إيه. عامل مع الحرارة مش عشان أنزل الحرارة، دي رد فعل طبيعي. أنا بتعامل مع الحرارة عشان أعالج الحالة العامة للطفل، أخليه مرتاح، أخليش فيه تعب، يلعب ويمارس نشاطه كويس. حتى لو هو دافي يبقى هو في الحالة دي مش محتاج دواء. جزاكم الله خيرا، ربنا عز وجل ينفع بنا وبكم، ودمتم في رعاية الله وأنتم في أتم الصحة وأحسن حال. إن شاء الله هتلاقوا المصادر تحت، وكل تفاصيل الأدوية هتلاقوها على الموقع وعلى صفحتنا بإذن الله عز وجل. ولو أي استفسار أو سؤال إن شاء الله خلوه في الكومنت، وأنا إن شاء الله هرد عليكم بإذن الله عز وجل، أجمع الأسئلة ونعمل فيديو جديد إن شاء الله.